السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. ليه أي حد فينا لما بيسافر دولة غير دولته بيحس بالغربة؟ ليه كلمة الغربة دي موجودة معانا؟ ليه؟ أي مواطن على فكرة، يعني حتى مش لازم مصر بس، يعني أي إنسان بيروح بلد غير بلده بيحس بالغربة. ليه؟ لأنه ما بيتمتعش بنفس المزايا اللي بيتمتع بيها المواطن الأصلي في الدولة دي. يعني مثلا لو واحد مثلا عنده شقة مثلا الملك بتاعته في أي دولة، طبعا ما ينفعش إيجار مثلا يعني. في وظيفة برضو بياخد منها مرتب. في برضو خدمات مثلا زي المترو أو المواصلات العامة أو المية أو الكهرباء أو الغاز. الحاجات دي كلها المواطن، دي حاجات مدعمة من المفروض من أي دولة للمواطن، إن دي حياة استراتيجية وحياة حيوية وأمن أمن قومي. فطبيعي إن المواطن الأصلي في الدولة دي بيتمتع بيها. فالانسان اللي بيروح دوله غير دولته طبعا ما بيحسش باي مزايا يعني. ما تلاقيش مثلا ميه عندك، لازم تشتري ميه مثلا من السوبر ماركت. مثلا العيش برضو ما فيش مثلا كلمه عيش مدعم، بتشتري عيش برضو من بره. السكن نفس الحكايه، بتضطر تاخد شقه مثلا او فندق، كل واحد حسب ظروفه برضو. طيب لما انا الاحاسيس دي بحسها بره في الغربه، وبحسها في نفس الوقت برضو في دولتي، دي تبقى دولتي ازاي؟ وهجيب انتماء مني؟ يعني المواطن هيبقى عنده انتماء ازاي لدولته دي؟ يعني احنا المفروض قلنا الحاجات دي استراتيجيه، يعني ميه غاز كهرباء، الحاجات دي كلها المفروض وطبيعي ان الدوله بتوفرها بالمجان للمواطن بتاعها، المواطن الاصلي بتاعها. او على الاقل مثلا بتدعمها، تحط دعم عليها فبيبقى مخفضه شويه. او اسوأ الاضرار ان هي تحمي المواطن الاصلي من افتراس المستثمرين اللي ممكن يدخلوا في لعبه حته استغلال الامور دي. طيب، اخر اصدارات مجلس الشعب في مصر، القانون اللي بيطبق موضوع الكارت الدفع ده، هو اللي حكايه الميه. انا بالنسبه لي انا مش موضوع جديد، لان انا عندي الموضوع ده متطبق عندي في الشقه بتاعتي. والكارت ده انا بالنسبه لي كان في كارت الكهرباء، كان يعني سلاح ذو حدين. يعني هو يعني بيحميني من ظلم، ساعات بيبقى فيه برضو كان بيقع ظلم ان انا بيعاملني الحكومه بتعاملني استهلاكي مثلا زي اي حد تاني، لكن ده مثلا بيحد ان ايه، على قد استهلاكي على قد ما هدفع. بس طب افرض ان في ناس ما معاش، وفي ناس فعلا ما معاش، ممكن يجي على الانسان ساعات، ممكن يقف على جنيه في البيت ما يقدرش يدفع يشحن الكارت ده، الكهرباء تقطع عليه في الليل ولا الصبح ولا في اي وقت، وما معهوش يشحن الكارت ده، هيعمل ايه مثلا يعني فاهمين ازاي؟ طيب وصلنا للميه، انا قلت لكم مطبق عندي الموضوع ده. اي نعم، بعاني بقى في شحن الكارت، وخصوصا ان هو عندي في البرج من الناحيه التانيه اللي ورا، بضطر انده اي حد من المصنع اللي تحتيه من الشباب ينط من على السور بتاع البيت عشان خاطر يروح الناحيه التانيه سور تاني، ومعاناه عشان يحط الكارت، والكارت يبقى بايظ والعداد بايظ. ورحله الشقاء اللي بتحصل دي، رحله الشقاء اللي بتحصل دي. طيب، ومجلس الشعب طلع سن قانون بان هو الموضوع هيبقى رسمي، وطلعت احد النواب السيده محترمه من الوادي الجديد بتؤيد هذه الفكره، وبتقول كده عشان يبقى في عداله اجتماعيه، وعشان يحد من مواجهه المشاكل في موضوع الميه. هو ده حل الدوله؟ ده حل الدوله بدل ما تقول انا اشوف مصادر تاني للميه، او اشوف المشاكل اللي وصل للميه ان هي تبقى بالمنظر ده، هو ان هي قلت نسبه الميه مثلا في مصر، او ان الاسعار ارتفعت، ان هي تحول الميه لشركه استثماريه يتحكموا ويمسكوا المواطن من رقبته. ده الحل بتاع الدوله. والسيده العضوه المحترمه طالعه بتؤيد وبتصفق للحكومه والمجلس الشعبي ان هو سن هذا القانون. بيذبحوا الناس، يعني كل الحياه الاستراتيجيه بقت في ايد المستثمرين. يعني بدل ما توفرها لي مجاني او تدعمها لي، او على الاقل تحميني تبقى حياه وطنيه، او حياه يعني حياه شركات حكوميه الدوله اللي تتحكم فيها بتبيعني للمستهلك. امال انتوا لازمتكم ايه بقى؟ لما انا الميه بشتريها والغاز بشتريه والكهرباء بشتريها والسكن بشتريه، سيادتك لازمتك؟ الواحد بيحزن في الدول الاوروبيه لما بشوف، يعني والله العظيم انا بتابع فيديوهات للصين، ما شاء الله. يعني انا اتفاجئت، انا عارفه ان عددهم كبير، افتكرت مثلا 200 مليون زينا مثلا، يكون يعني مش احنا بس اللي على الكوكب 200 مليون او 400 مليون. اتفاجئت ان هو مليار ونص، يعني عدد الصينيين يساوي عدد المسلمين على مستوى العالم. تخيلوا دوله بهذا الكم من البشر. وللاسف اتفاجئت كمان انهم ما عندهمش سياحه خارجيه. يعني واحد في المليون ممكن تبقى ماشي في الشارع، واحد في المليون تلاقيه سايح غريب عن الدوله، يعني بيعتمدوا على السياحه الداخليه بتاعتهم. والناس بتسأل بيقولوا فين القصر الرئاسي بتاع الدولة؟ مفيش قصر رئاسي، مفيش قصر رئاسي. الرئيس بيعيش في بيت عادي بتاعه، سكنه عادي بأسرته، حياة عادية جدا، حياة عادية جدا. بس غير معلوم المكان طبعا، يعني كحماية شخصية ليه طبعا. أكيد كل إنسان ليه عدو في يوم من الأيام ممكن يختل أو يتعرض لاغتيال أو كده، فطبيعي إن لازم يكون مجهول مكانه طبعا ومتأمن. فالواحد بيحزن لما بيشوف اللي بيحصل في البلد ده اهو. فين الدعم بتاع الدولة؟ فين الدعم بتاع الدولة؟ فين؟
هتقول ما فيش دخل؟ لا، في دخل كتير، بس بيتشفط، بيتحط في كروش المسؤولين، بيتحط في كروش المسؤولين. يعني قلنا العنصر بتاع السياحه ده اتضرب في مصر، ماشي، قلنا بلد زي الصين ما عندهاش سياحه خارجيه نهائي، معتمدين لان الدخل القومي بتاعهم عالي جدا، فمعتمدين على السياحه الداخليه. عشان كده ما فيش اسعار، يعني يقول لك اي مثلا المترو هناك عشان تركبه تلف الصين دي كلها ما اعرفش كام ولايه بكارت، كارت للمترو بملاليم هناك، ممكن ب1 دولار مثلا تلف لو عايز تلف اليوم كله، او هي تذكره واحده، مش كل ما بتخش محطه ولا كل محطتين تاخد تذكره، لا مفيش القصص دي هناك. طبعا لانهم هم ما بيستوردوش اي حاجه من بره. لو شفت التيكت مثلا بتاع المترو تلاقي مثلا ب1 دولار، هو متكلف اكتر يمكن 10 دولار، التيكت نفسه متكلف اكتر من 10 دولار. ليه؟ لان طبعا ماكينات الطباعه عندهم موجوده، ما بيستوردوش اي شيء، عندهم اكتفاء ذاتي حتى في العربيات بتاعتهم، الا بقى من رحم ربي اللي عايز بقى يعني يزيد بقى، يعني ناس بقى من الاثرياء بقى فيهم اللي هم رجال اعمال والناس الغنيه جدا الهاي كلاس، ممكن يجيب مثلا حاجه مثلا براند مثلا مختلف عن الصين، رغم ان هي تاني صناعه على مستوى العالم او ثالث صناعه على مستوى العالم، ما شاء الله عليهم، رغم وجود الكم الهائل ده من الصينيين، الى ان عندهم صيحه ما شاء الله في التكنولوجيا وفي التصنيع. يعني مش قصه عدد، مش قصه زياده سكانيه، والزياده السكانيه دي ما كانتش مش بين يوم وليله، يعني الزياده السكانيه اللي في مصر دي مش بين يوم وليله جت كده فجاه، لا دي من زمان، من ايام انا نفسي عندي 50 سنه، ومن ايام حسني مبارك كانوا بيعملوا اعلانات بتاعه تنظيم الاسره وما اعرفش وايه وحسنين ومحمدين والقصص اللي احنا سمعناها والحاجات اللي سمعناها قبل كده، الفيديوهات والافلام على تنظيم الاسره موجوده من ايام حسني مبارك. يعني ال 100 مليون دي او اللي كان 90 مليون من ايام حسني مبارك ما توجدوش فجاه، يعني كل مرحله ولها مساوئها، كل مرحله ولها مساوئها. يعني انت ما خدتش يا سيسي، ما خدتش الدوله النهارده كده دلوقتي من العدم واحيتها، لا انت خدتها من العدم وخليتها اعدم، نزلتها لتحت اكتر، دفنتها تحت الارض. احنا كده ما فيش حد احنا كده اعتبرنا احنا كده معتبرين ان احنا نفسنا في غابه. طب المسؤولين اللي بتاخد ملايين دي وقاعده في مكاتبها لازمتها ايه؟ يبقى الشعب يحكم نفسه بنفسه بقى، لما انت مش قادر بتقول اجيب لكم منين وانت هتاكلوا مصر وما اعرفش تاكلوني، طب انت لازمتها حضرتك ايه؟ يعني وظيفه شرفيه كده وخلاص؟ يعني حتى وصلت للميه تحط شركات، وكمان في قانون كمان اللي يتكلم او يجيب سيره الميه ان الميه مش كويسه رديئه، بيقولوا يعملوا عليه غرامه نص مليون جنيه. ده حاجه يعني خارج نطاق العقل، خارج نطاق العقل. وحزب مستقبل وطني المطلع هو يبقى حزب معارض؟ لا، ده حزب موالي للدوله، وان هو بيصفق للدوله على كل قرار عايزه تمرره عن طريق مجلس الشعب. ده اللي بيحصل من الحزب بتاع مستقبل وطن، ده اللي بيحصل منه. اي قانون الدوله محرجه تسنه يأيدوه خلاص، هما بيمضوا عليه اقرار، ومنتظرين نشوف خير في البلد دي، منتظرين نشوف خير في البلد دي اللي ربنا ما كانش يخفز بنا الارض، ربنا يستبدلنا سبحانه وتعالى بقوم اخرين. حسبي الله ونعم الوكيل.